كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد الغنام عن إيقاع الشرطة بتشكيل عصابي نسائي مكون من 11 امرأة. هذول ال 11 امرأة يقومون بالتعرف على الضحايا بواسطة برامج التانجو والكيك قبل ما يقومون باستدراج الضحايا إلى شقة مستأجرة لتنفيذ أسلوب إجرامي متفق عليه فيما بينهم. أوضح الغنام أن الفتيات المشكلات للعصابة يساعدهن عدد من الرجال، وتتزعمهم مواطنة مسنة تدعي أنها والدة الفتيات لدى اصطياد الضحايا أثناء دخول الضحية للشقة بعد موعدته تستقبل فتاة أخرى من أفراد العصابة تقوم بالجلوس إلى جواره بالغرفة قبل أن يتفاجأ الضحية بدخول أشخاص عليه والقيام بضربه وإيهامه بأنهم إخوة الفتاة اللي معه، ويتم الاستيلاء على متعلقاته وتجريده من ملابسه وتصويره وأخذ ما بحوزته من نقود وإجباره على تسليم بطاقات الصراف والبطاقات الائتمانية والشرائية اللي معه ويفصح عن أرقامها السرية. للتعليق على هذا الخبر وهذا الموضوع معي هنا في الاستوديو المهتم بالشؤون الاجتماعيه الاستاذ صالح التويجري. حياك الله اخوي صالح. الله يحييك. احنا قبل ما نبدا في الموضوع اجتماعيا كيف ممكن نتكلم فيه، بناخذ الخبر من اهل الخبر في المدينه. معنا مدير اداره العلاقات العامه والاعلام والناطق الرسمي بشرطه المدينه المنوره العميد فهد الغنام. اهلا عميد فهد. يا هلا ويا مرحبا ومساك الله بالخير. حياك الله يا سيدي. أبغاك تشرح لي فكرة هذه العصابة، وش يسوون العصابة هذه، وش اللي قاعدين يقدمون عليه مع الشباب اللي يطيحون في يديهم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كما تابعت وتابعوا السادة المشاهدين أن البيان اللي صدر اليوم عن شرطة المنطقة أنه التكوين أو تشكيل العصابي يتكون من 11 شخص ما بين رجال ونساء، معظمهم من النساء طبعا. توفرت معلومات حقيقة لدى الجهات الأمنية عن قيام هذا التشكيل العصابي باستدراج ضحاياهم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة أو عن طريق الأسواق أو المحلات التجارية. ومن هذا المنطلق وجه سعادة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة لتكوين فريق بحثي متخصص في مثل هذه الأمور، وبفضل من الله عز وجل تم التوصل إليهم والقبض عليهم جميعا، وجاري طبعا استكمال إجراءات الاستدلال ومن ثم إحالتهم إلى الجهات المعنية. طيب أنتم مسكتوهم من خلال بلاغات جتكم من مواطنين تعرضوا لمشكلات معهم صحيح؟ عفوا لا في الواقع انه لم يقم اي شخص من الضحايا للاسف بالبلاغ، لانه طال عمرك انت عارف ان الوضع انه هو توظف خلال انسياقه في هذه طيب العمليه، وبالتالي تم سلب ما بحوزته وتم تجريده كما اسلفت في بدايه الخبر، ولم يقم بإبلاغ، ولكن وجود أجهزة رصد لدينا في مثل هذه الأماكن، لا سيما الأماكن التي فيها مجموعات معينة أو مشبوهين، من خلال الرصد ومن خلال المخبرين حقيقة أنه تم التوصل إلى تلك المعلومات، والتي لقت اهتمام كبير من قبل سعادة مدير شرطة. عميد فهد تأذن لي أنه هل أنتم وصلتوا لأرقام الضحايا من خلال التحقيقات الأولية ولا لا؟ ما في شك أنه تتوصل للبعض منهم وليس لمعظمهم، البعض منهم، لا سيما أنه الجهات المعنية لدينا قامت بتفتيش آخر مكان لهم، لأنهم هم كما ورد في البيان أنه يتنقلوا من شقة إلى شقة تقريبا، من مسكن إلى مسكن. آخر مسكن لهم تم العثور من خلال التفتيش على محتويات أو أغراض تخص بعض من الضحايا. مشكورين على اللي سويتوه بصراحة أخوي العميد فهد الغنام مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي بشرطة المدينة. مشكورين على اللي قمتوا فيه، والله يقويكم على ذولا وأكثر منهم. مشكور أخوي فهد. الآن برجع لك أخوي صالح التويجري مهتم بالشأن الاجتماعي. أنا ليش إنه عدد كبير من الضحايا أو كل الضحايا
ما في ولا واحد فيهم واستطاع أنه يعني يبلغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية حقيقة يعني أني أرحب في المشاهدين عموما وأقول مساكم الله بالخير. لا شك أن يعني عملية التبليغ وعملية يعني المسألة هي مسألة يعني شخصية وسمعة وأسر ومجتمع وكذا، فبالتالي نحن يعني بطبيعة مجتمعنا لا نجرؤ على مثل هذا العمل، وبالتالي نحتاج إلى جانب آخر في عملية التوعية يعني على عدم الوقوع في مثل هذا. ويجب يعني أولا يعني نريد أن نعرف يعني الابتزاز يعني هل هو فقط في هذا الجانب أم في جوانب أخرى؟ احنا نبي نتكلم عن هالجانب، الجوانب الأخرى في كثير يعني في الجوانب. هي تبدأ من الطفولة، الطفل الصغير لو يعني زميله يحل الواجب بالفصل يبدأ زميله الآخر قد يبتزه إن يا تعطيني الفسحة حقتك ولا بعلم الأستاذ إنك حليته في الفصل. لكنه مثل هذه هي يعني أمر خطير يعني. صحيح. وبالتالي نحتاج إلى يعني جانب كبير جدا من التوعية في عملية الاستفادة من يعني أجهزة التقنية. المشكلة إنها برامج كثير قاعدة تستغل بشكل مو بزين. أنا أبغى أعرف الأثر الاجتماعي على اللي يصير عليه الابتزاز بعد ما يقع. يعني ليس له حدود، نستطيع أن نقول ليس له حدود. يعني قد يكون ابتزاز مالي، ابتزاز شخصي، ابتزاز وظيفي، ابتزاز يعني بكل ما تعنيه الكلمة. يعني هؤلاء يكون الباب يعني على مصراعيه، قد يستدين مبالغ طائلة علشان يرضي هؤلاء لأنهم ابتزوا، وبالتالي هم لا يتوقفون عن يعني استمرارية يعني مثل هذا الابتزاز. ويأخذ أشكال عديدة يعني سواء في مجتمعنا أو في المجتمعات الأخرى، أو ما يأتينا من رسائل أحيانا على أجهزة التواصل أو بالرسائل النصية أو غيرها. تجد أنه يعني أنا بانتظارك، أنا كذا، من هالعبارات التي يعني يكون بعض يعني سذج هؤلاء يقعون ضحية لمثل هذه الأشياء. فبالتالي نحتاج إلى يعني ضخ كم هائل جدا من التوعية في يعني عملية التعامل مع هذه البرامج، ليس فقط التانجو أو ممتازين. احنا التوعية بنمشي فيها، لكن العقوبة والتشهير يجب أن تكون حاضرة. يعني لو ال11 هذولا طلعت صورهم بالجرايد، صدقني بكرة ما حد يجرأ يبتز أحد. أنا يعني أرى لا يعني ليس فقط أن تظهر يعني صورهم، هؤلاء من المفسدين في الأرض. هؤلاء يجب أن يعاملوا معاملة، وطبعا هنا يحل القضاء وهو ما يرى يعني هذا الأمر. لكن أنا يعني أقول يعني باب التعزير مفتوحا في مثل هؤلاء، خاصة وأنهم يفسدون المجتمع، ويعني أنهم يستدرجون الآخرين، قد يؤذون الآخرين، قد يوقعونهم في أمور يعني ليس بالضرورة أن نقول يعني هؤلاء أنهم جاءوا عن طريق التواصل معهم. صحيح. وجاءوا برغبتهم. ربما أنه قد يأتي إنسان ليتناول كوبا من الشاي، وبالتالي يوضع في داخلها الشاي والعصير أو كذا. طيب. يعني مادة مخدرة، ثم يصور بالصور نفس التي عندي مبتز يعني قاعد يعني يمارس ابتزازه هذا، وفي شخص آخر خايف من التبليغ، وهذا قاعد يمارس الابتزاز ومستمر. هنا وش الحل؟ الحل أن يتعاون يعني مع الجهات المسؤولة في هذا الجانب التي تستطيع يعني. نعم، يبلغ بطريقة معينة، خاصة وأنه هناك يعني مكافحة الابتزاز. يعني هناك لجان وجمعيات للقيام بمثل هذا العمل، أني أنا أتواصل معهم وأبلغهم بمشكلتي من أجل ألا أتمادى. هؤلاء لن يتوقفوا. يعني لا أظن أن مثل هؤلاء إنهم سيتوقفون اليوم أو غدا أو بعد غد، سيستمر الأمر معي، يظل الموضوع ملاحقا لي. هناك الآن جمعيات مكافحة الابتزاز، هناك يعني الهيئة في هيئة الأمر المعروف، في هيئة الأمر المعروف. في جانب آخر أيضا كل هؤلاء يعني يقومون بعملية التعامل مع هذه المواقف بسرية، ويقبضون على هؤلاء، لأنه لست أنت الضحية فقط. طيب. هناك يعني ضحايا آخرين، وبالتالي أنت يعني تحافظ على نفسك وعليهم. طيب إيش اللي الواحد لازم يسويه، أو الرسالة اللي لازم نوصلها للشباب في مثل هذا الوضع، خصوصا مع يعني زيادة جرعة مواقع التواصل الاجتماعي وقلة توعية، وأحيانا حتى أنه عدم إعلان اللي يصير على المبتزين؟ شنو ممكن ننصح فيه الشباب والبنات؟
لا شك أننا ننصحهم في عملية التعامل مع هذه يعني قمة الحذر، بأنهم يحذروا في عملية أني أنا أسلم الآخرين. كان على يعني عندنا احنا مثل يقول لا تمسك رجال رقبتك، يعني صح. يعني لا تمسك الناس مقاضيبك، انك تخليهم انت يعني يتعاملون، هم المتحكمين في شخصيتك وفي تعاملاتك وفي مالك وفي كل شيء في حياتك، انت كأنك تسلمهم نفسك. يعني فهذا ليس من منطلق الرجولة. يعني البعض أن يعني من خلال بعض الوسائل التواصل بأنه يصور نفسه بصور مخلة ليظهرها للآخرين. لا شك أن مثل هذه الأمور هو فهم خاطئ لمعنى الرجولة. طيب أخوي صالح التويجري المهتم بالشأن الاجتماعي، شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا هذه الإضاءات منك، وننتظر منك أيضا أخرى في بعض الأحداث اللي إن شاء الله ما تجي بإذن الله. شكرا لك، يعطيك العافية.